9 years of experience in teaching. بدرس من وانا عندي 17 سنة، وانا في الاي جي قفلت الماس اياس والماس اي 2 300 من 300. دخلت هندسة الجي سي، اتخرجت من ميجر ميكاترونكس وانا من التوب اتشيفرز على الدفعة. ناس كتير بتفتكر ان انا كنت مولود وانا تالنتد في الماث، بس الموضوع ما كانش كده خالص. عمره ما كان بيميك سنس بالنسبة لي، ما كنتش بلاقي اي حاجة النمبرز بتعبر عنها، ومع كل اكزام كنت بكون محبط اكتر واكتر. بس كل ده اتغير لما بصيت للموضوع بطريقة مختلفة. هلو ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ اي هوب كده ان كلكم بخير وفي صحه. تعالوا بقى نعرف ازاي انا رحت من الستودنت ما كانش بيحب الماس خالص، ما كانش فاهمه احسن حاجه، وايه التغيير اللي حصل فيه رتن. عايز اقول لكم ان انا مش بس بقيت كويس في الماس، انا في الماس ياس والاي 2 كنت وصلت لمرحله ان انا بحل السؤال بسرعه جدا. بعد ما بحله كده ببص وبستغرب، ايه ده؟ هو انا ازاي اصلا فكرت في الفكره دي؟ هو انا ازاي قدرت احل السؤال بالطريقه دي؟ عايز اقول لك ان انا ما روحتش من مرحله ان انا بكرهه لمرحله ان انا بموت فيه بطريقه سهله وبسيطه. انا عرفت الموضوع ده باكتر طريقه صعبه انت ممكن تتخيلها. ان انا اعرف ان الماس انترستنج ما كانتش حاجه سهله خالص بالنسبه لي، ودايما بيكون هدفي في الكلاسز ان قبل ما الطالب يفهم المعلومه انا دايما بسهل عليه المعلومه جدا جدا، بس كان دايما بيبقى هدفي الاساسي ان اخليه يحب الماده. طبعا بكون محكوم بوقت الكلاس وبكون محكوم بحاجات تانية كتير، فما بقدرش ان انا اتكلم كتير، بس في الفيديوز دي انا عايز اعرفكم الطريقه اللي انا بقيت بيها احب الماس، او حتى الناس اللي بتحب الماس لما تشوف الطريقه اللي انا عرفت بيها ان التوبيك ده انترستنج ممكن يحبوا الماده اكتر. وهو ده هدفي في الفيديوز. انا قدرت اوصل لحاجه زي كده يا جماعه بان انا بدات اشوف كل التوبكس الانترستنج بالنسبه لي، ابدا ان انا اعرف معلومات عنها واشوف الناس بتقول ايه، وبعد ما احس ان انا شبعت من كل المعلومات دي اسال نفسي سؤال واحد: طب هو ازاي الماس قدر ان هو يوصل التوبيك ده للمرحله دي؟ ايه الماس اللي ورا الموضوع؟ ازاي فعلا قدرنا ان احنا نشوف البرودكت ده او التوبيك ده والماس كان شغال بيهايند ذا سينز؟ وهو ده اللي احنا هنعمله في الفيديوز دي. احنا هنبدا سوا ندردش مع بعض في شويه توبكس اي هوب ان هي تعجبكم، وهستنى يور فيدباك. هل فعلا غيرت وجهه نظركم عن الماس ولا لا؟ مستنيكم تقولوا لي في الكومنتس. اول توبيك يا جماعه عايز اتكلم معاكم عليه وهو توبيك الاي اي، اكتر توبيك ترندنج دلوقتي وكل الناس بتتكلم عليه. دول كتير جدا بتضخ مليارات عشان تقدر ان هي توصل ان هي تبقى احسن بلد بتقدم كواليتي في الاي اي، وده هيفيدها في حاجات كتير جدا. الناس اصلا في التوبيك ده اتقسموا لنصين. الموضوع بدا بان الاي اي بيقدر يساعدنا شويه في شويه غلطات، شويه حاجات بسيطه بيعرف يعملها، بس التطور بقى سريع جدا جدا. وانس ان حصل التطور ده في ناس بدات تخاف، قالت ايه ده؟ لا ده مش جاي بس يفيدنا، ده جاي يبدلنا. والموضوع بدأ يبقى فيه موفمنتس حوالين العالم، احنا لازم نوقف الاي اي ده، لا احنا نفضل نكمل ان احنا نقضيت فيه بس بليمت معين. الناس تقول لك لا من غير ليميت خالص. شركات زي انفيديا في البورصة اسهمها بتضرب، شركات تانية بتنهار. الموضوع كبير جدا. واول سؤال الناس بتسأله: هل فعلا الاي اي هيبدلنا؟ بص، عشان اقدر اقول لكم رأيي في الموضوع ده تعالوا نمسك توبيك زيه وحصل فيه نفس الموضوع بالظبط، وهو الكالكوليتر. عارفين يا جماعه ان زمان ما كانش فيه كالكوليترز اصلا؟ الشركات عشان الناس تقدر تعمل لها الحسابات بتاعتها، البروفيت، البالانس شيتس بتاعتها، كان لازم ان يبقى فيه واحد فيري تالنتد بيحسب الكلام ده. وبعدين انا مش قصدي بيحسب بقى ان هو بيقفل البالانس شيت وبيحط الاسيتس واللايبيليتيز والكلام ده، لا خلاص، هو شغلته ان هو بيحسب. يعني ايه يعني؟ يمسك الارقام يعملها بلس ماينس تايمز ديفايدد. مستر ما انا بعرف اعمل الكلام ده، 5 في 6 30. اقسم بالله لما بسالك 5 في 6 ايه في الحصه بتمسك الكالكوليتر وما تقولش لا. وده ما كانش بيحسب ارقام 5 في 6، ده كان بيحسب مليارات، بيحسب ارقام كبيره جدا، ديسيمالز كتيره جدا. كلام مهم جدا 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 عشان نقدر ان احنا نوصل لليفل ان هو يطلع 100% اكزاكت. احنا بنتكلم في مؤسسات كبيره قوي، وفجاه في حد اخترع كالكوليتر بتعرف تعمل الارقام بلس بعض، بس ساعات بتغلط. فيري ايرلي موديل للكالكوليتر اللي احنا شايفينها دلوقتي. الناس بدات تاخد بالها، ايه ده؟ لا 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 لا، في ناس راحت قالت ان ده هيبدلنا، ده احنا كده مش هنلاقي شغل، احنا لازم نوقفه. وفي ناس تانية
قالت لا احنا هنمسك الموضوع ده ونتبناه ونتعلمه ونشوف ازاي بنستعمله. مع الوقت يا جماعه الكالكوليتر اتطورت، ومع الوقت الموضوع بقى افيشنت اكتر واكتر لدرجه ان هو بقى بيعمل الارقام بلس وماينس بعض. ساعتها بجد الناس اللي تبنت موضوع الكالكوليتر وان هم يتعلموا البرودكت وان هو مش جاي يبدلهم، لا ده جاي يساعدهم، وصلوا لليفل تاني خالص. الشركات بدات تنقل الدايركشن بتاعتها من ان انا اجيب فيري تالنتد بيرسونز عشان يقدروا ان هم يحسبوا الارقام. طب ما في حد بيعرف يستعمل الكالكوليتر اللي بتحسب اسرع وافيشنت مع الوقت وبتتحسن. بدأت شغلانة كاملة يا جماعة زي ان حد يحسب كانت الناس كلها معتمدة عليها، دلوقتي انا وانتوا شايفينها ايه ده؟ واحنا كنا بنجيب بس حد عشان يحسب؟ ما في كالكوليتر. هو ده بالظبط نفس الكونسبت يا جماعة مع الاي اي. الاي اي بدأ وهو ايرلي موديل جدا وبيقدم حاجات بسيطة وبيغلط كتير، محدش ساعتها كان حاطط دماغه في حاجة. بس الفكرة ان مع الوقت احنا بدأنا ان احنا نفكر، الموضوع بدأ يتحسن، التولز اللي بيوفرها فعلا بقت في ناس بتستعملها. عايز اقول لكم ان الموضوع وصل ان بقى في شغلانات اصلا مبنيه بس على الاي اي. بقى في حاجه اسمها اي اي انجينير، ده واحد بس بيعرف يكتب برومتس على الاي اي عشان يقدر يطلع له البرودكت اللي هو عايزه. في ويب سايتس وبزنسز بتقوم عليه دلوقتي. كل ده والناس شايفه ان طب هل ده الصح؟ هل المفروض نتبنى فعلا فكره الاي اي ونحاول ان احنا نستعمله، ولا لا 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 الاي اي ده جاي يبدلنا، الاي اي ده احنا المفروض نسيبه؟ انا رايي في الموضوع ده الصراحه، وهو ان الاي اي زيه زي الكالكوليتر يا جماعه. الكالكوليتر بدات بتول بسيطه وكنا بنحاول ان احنا نستعملها مع الوقت عشان نقدر ان احنا نحسنها وناخد برودكت احسن او ناخد سيرفيس احسن. وهي نفس الفكره دلوقتي من الاي اي، احنا دايما قاعدين بنحسن فيه عشان ناخد تولز تساعدنا، وحط 1000 خط تحت تساعدنا عشان نقدر نقدم السيرفيس بتاعتنا بطريقه احسن. من اول بقى الويب سايتس والبيزنسز اللي انا كنت بقول لكم عليها لحد فيديوهات السوشيال ميديا اللي بنشوفها وحد بيتكلم يبقى جايب لك واحد بيلعب ماريو ولا واحد بيلعب ماينكرافت. هي دي نفس الفكره بالظبط اللي الناس بدات تختلف فيها زمان، احنا بنختلف فيها دلوقتي. التاريخ بيعيد نفسه. الناس اللي اختلفت على الكالكوليتر هي بالظبط نفس الناس اللي بتختلف على الاي اي. وهقول لكم جمله واحده مهمه جدا في الموضوع ده، انا وجهه نظري ان احنا من الاخر كده ماشين ربنا خلقها، والاي اي والكالكوليتر كانت ماشين مان ميد، وعمر ما في ماشين مان ميد تقدر تستبدل ماشين ربنا هو اللي خلقها. هي دايما مهما كانت التول اللي احنا بنخترعها مهما كانت ادفانسد، لا هي دايما هتكون بتساعدنا، عمرها اصلا ما تقدر تستبدلنا. ودي كانت وجهة نظري عن الاي اي، هو تول هتساعدنا ودايما هتفضل ان هي تتجدد ودايما هيبقى فيها ابديتس، قطر محدش هيقدر يوقفه. وشطارتنا عشان نركب الموجة دي هو ان احنا نتبنى الفكرة ونتعلم حتى من سن صغير ازاي نستعمل الاي اي عشان فعلا يفيدنا. كل الكلام ده جميل وكل الناس بتقدر تستعمل الاي اي دلوقتي في حياتها العامة، بس فعلا يا جماعة الناس اللي بتبهرني ما بيكونوش الناس اللي قدروا يستعملوا البرودكت. هم طبعا ناس تحفة وطبعا ناس تقال جدا جدا، وفي ويب سايتس وبزنسز بقول لكم بتتبني على الكلام ده، بس اللي انا بكون منبهر بيهم فعلا هم الناس اللي قدروا يخترعوا البرودكت نفسه. اللي قدر ان هو يخترع الكالكوليتر قدر ان هو يوصل للملايين ويساعدهم، قدر ان هو يخلينا نستعمل تول احنا مش قادرين نستغنى عنها. كم حصه انت دخلتها للماس من غير ما تستعمل الكالكوليتر؟ مفيش. الراجل ده قدر ان هو يوصل حتى بعد ما يموت لكل الجنريشنز اللي قدامه عشان يقدر ان هو يساعدنا، ودايما هنفضل فاكرينه من خلال البرودكت. نفس الكلام في الاي اي، انا بكون منبهر جدا بالناس اللي اخترعت الاي اي، قدروا ان هم يوصلوا لملايين الناس على الكوكب كل الاماكن ويساعدوهم من خلال البرودكت بتاعهم. وده قدروا ان هم يعملوه بعلم الماث. ايه هو مش الاي اي ده كودينج اصلا يا مستر؟ انت طيب قوي. الاي اي ده فيه ماث وفيزيكس اكتر من الكودينج مليون مره. تعالوا يلا نعرف ايه هو الماس اللي ورا الاي اي. بصوا يا جماعه، الاي اي ده حاجه فيري ادفانسد. عشان نقدر ان احنا نشرحها محتاجين ان احنا ناخد بي اتش دي ونعمل ماسترز قبلها في مليون الف حاجه، بس احنا هنحاول نبسط الموضوع وهنمسك a very small aspect منه ونشرحه. واحنا دايما بنكتب على التليفون يا جماعه، مش بتلاقي دايما ان وانت بتكست صحابك التليفون بيقدر يبريدكت الكلمه اللي انت هتكتبها بعدها؟ الاي اي بدا في الايرلي ستيجز بالطريقه دي، ان هو بيقدر يبريدكت الكلمه اللي بعدها، لحد ما جه حد ونشر بيبر غيرت كان اسمها attention is all what you need.
ايه بقى الموضوع ده يا جماعه؟ عشان نفهم الاي اي ده يا شباب، عشان نقدر نبسط الدنيا، زيه زي اي لانجويج تانية، زيه زي العربي، زيه زي الانجليش، زيه زي الفرنش. كل لانجويج من دول بيكون ليها الوردز بتاعتها، وبتكون الوردز دي كلها محفوظه جوه كتاب معين. الاي اي نفس الفكره، هو برضو عباره عن لانجويج. زي ما في العربي والانجليش والفرنش احنا بنستور الوردز دي كلها في كتاب معين، الاي اي برضو بيستور كل التوكنز بتاعته، بس مش في كتاب، في حاجه اسمها فيكتور سبيس. ايه الفيكتور سبيس ده يا مستر؟ عايزك تتخيل ان احنا عندنا كيوب. الكيوب ده يا جماعه حاجه 3 دي، صح ولا لا؟ بنقدر ان احنا نتحرك على الاكس وعلى الواي وعلى الزد. كل توكن ليها بوزيشن جوه الكيوب ده. بس عايزك بقى تعرف حاجه مهمه شويه، ان الاي اي وصل لمرحله ان هو مش في كيوب. الكيوب ده حاجه 3 دايمنشنال، هو وصل ان هو بقى مالتي دايمنشنال، يعني ممكن يوصل ل1000 مليون مليار دايمنشن. وده بسبب ان كل توكن او كل كلمه بيكون ليها البوزيشن بتاعها. زي بالظبط كده لو انت مسكت كتاب فتحته، هو مش كل صفحه في مكان معين بيبقى فيه كلمه معينه. في الاي اي بقى الكيوب ده او الفيكتور سبيس ده او الدايمنشنز دي، في كل نقطه في كل دايمنشن بيكون في توكن، بيكون في كلمه احنا عارفين مكانها بالظبط. زي مثلا ما كنا بنروح نقول ان البوزيشن فيكتور بتاعنا مثلا 5 ستيبس اون اي، 6 ستيبس اون جي، و7 ستيبس اون كي. نفس الفكره بالظبط بتكون في الاي اي. هو كل توكن has its own position و has its own coordinates. طيب هو كده احنا عرفنا يا مستر ان دي لانجويج، وان احنا بنستور الحاجه في مكان معين اسمه الفيكتور سبيس. جميل. وان كل بوينت has its own position vector, has its own coordinates. ايه بقى الفكره؟ عارفين ازاي الاي اي بيفهم؟ الاي اي بيفهم بطريقه رهيبه وصايعه جدا جدا. تعال اقول لكم الصياعه. تعال نمسك كلمه mother وكلمه daughter، ام وبنت. احنا هنا يا جماعه لما بندخل للاي اي الكلمتين دول، في بوزيشن فيكتور لكلمه mother. التوكن بتاعت كلمة mother موجودة عندها بوزيشن فيكتور معين، وكلمة daughter في بوزيشن فيكتور تاني ليها وكوردينتس تانية ليها. الاي اي عارفها. الاي اي بيروح يشوف المسافة ما بين كلمة mother وكلمة daughter، مش كل واحدة ليها كوردينت، هو بيشوف المسافة ما بينهم كام. عارفين ده بيعبر عن ايه بالنسبة للاي اي؟ بيعبر عن الامومة. يعني المسافة ما بين mother ودوتر صغيرة جدا، فالامومة عالية جدا. انما لو جينا نشوف المسافة مثلا ما بين المذر والكار، مسافة بعيدة، مفيش امومة. عشان كده هو بيعرف ان المذر فعلا بتبقى بتحب الدوتر، بس مش زي ما بتحب الكار. هو فعلا فاهم معنى الامومة عن طريق ان هو بيقيس الديستنسز ما بين التو بوزيشنز. بوم طخ. وات ذس يا مستر؟ استنى، انت سمعت حاجة؟ اسمع. طب انا عرفت ان الاي اي بيفهم. طب مستر، انا لما بكتب على شات جي بي تي ايه اللي بيحصل؟ هقول لك يا عم. تعال نتخيل كده ان احنا هنسال الاي اي سؤال: وير از روم؟ شات جي بي تي مش بيشوف الكلام بتاعك يقول لك حبيب قلبي بيسال وير از روم حجز له التيكت حالا. لا، هو بيروح للايه؟ بيروح للكتاب بتاعه، بيروح للفيكتور سبيس بتاعه، يشوف كل كلمه ويشوف كل توكن ايه البوزيشن فيكتور بتاعها. يعني هيقوم رايح دلوقتي الكلمه وير عندها بوزيشن فيكتور كذا كذا كذا، هو بيشوف الكلمه اللي بعدها ايه؟ از عندها فيكتور بوزيشن تاني. المسافه ما بين وير واز دي بتعرفوا ان دايما كلمه وير بيجي بعدها فيرب. انا عارف ان وير جاي بعدها مثلا از. طب ده حلو يا مستر. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عارف ان انت كده معناها ان انت هتسأل عن مكان. يبقى وير مع از ربطت للاي اي، فهم ان الديستنس ما بينهم انت هتسأل عن مكان. فوانس ان انت قمت كتبت روم، هو كده جمع ان هو بيدور عن مكان. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ مش هو مع البوزيشن فيكتور بتاع روم؟ ايه اقرب مسافة لاسامي البلاد؟ هنلاقي ان روم في بلاد كتير جدا. المسافة بين روم ومصر بعيدة، المسافة بين روم ومثلا اسبانيا بعيدة، المسافة بين روم والسعودية بعيدة، بس اصغر مسافة ما بين روم ومين؟ وايطالي. فالاي اي جمع ان عشان فرق المسافة صغير قوي فاكيد روم في ايطالي، ويرد عليك يقولك ان ايطالي. طبعا انت قاعد دلوقتي متنح قدام الفيديو، ارجع وعيد عشان تفهم، ما تقلقش، القعدة افادة. وبعد ما تفهم
واستقنيصت كده قول لي ايه رايك في العلم الجميل ده. طبعا احنا ما شرحناش الاي اي كله وكل التولز، وازاي مثلا بيجنريت فيديو، ازاي بيجنريت صور، ازاي مثلا ممكن يحل لك ماثيماتيكال ايكويشن، بس على الاقل احنا فهمنا اللانجويج موديل دي ماشيه ازاي. وهو ده اللي خلاني احب الماث اكتر يا شباب، هو ده اللي خلى عندي شغف وخلاني احاول وخلاني اكون احسن في الماث. وزي ما المعلومات دي كانت انترستنج بالنسبه لي، بقت كمان ليكوا انتوا كمان انترستنج. وتعالوا نقفل الفيديو سوا واقول لكم كام حاجه انتوا مش واخدين بالكم منها. يلا بينا. خلصنا كلام عن الاي اي وعرفنا كل الاسبكتس اللي فيه وشفنا ايه علاقه الموضوع ده بالماث. اي هوب كده ان الموضوع كان يكون انترستنج بالنسبه لكم، وشفتوا فعلا ازاي السيرفيس دي بتتقدم وازاي البرودكتس اللي بتتعمل فعلا بيستعملوا فيها الماث يا شباب. منتظركم تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وتقولوا لي كل التوبكس اللي انتوا عايزين تعرفوا ازاي الماث بيكون شغال فيها، عشان ندي بقى الموضوع ده صفحه جديده وفعلا نعرف ان ده توبيك انترستنج ونتعلم اكتر واكتر عن الماث. يلا، شيفت تايم ستان، شيفت تايم ستان.